رابع حاجة وهو الزنك بيكولينيت، وده نوع من الزنك مربوط بمركب اسمه بيكولينيك أسيد، وده بيساعد الجسم يمتص الزنك بشكل أفضل بكتير من الأنواع التانية، وعشان كده ناس كتيرة بتعتبره من أقوى الأنواع. المميزات بتاعته إن هو أعلى في الامتصاص، الجسم بيستفيد منه أكتر من الجلوكونات والسلفيت حسب دراسات طبية، مناسب لحالات النقص الشديدة. لو حد عنده نقص في الزنك فالنوع ده بيكون من أفضل الحلول، فعال جدا للمناعة والبشرة، بيساعد في تقوية المناعة وصحة الجلد والشعر والأظافر. العيوب بتاعته إن سعره غالي شوية، أغلى من الجلوكونات والسلفيت، كمان ممكن يسبب اضطرابات بسيطة في المعدة خصوصا لو اتاخد على معدة فاضية، ولكن طبعا أقل بكتير من السلفيت. وأشهر استخداماته إنه بيوصف لعلاج نقص الزنك خصوصا لو كان مزمن أو الجسم ما بيمتصش الزنك كويس. كمان بيدعم المناعة، ممتاز جدا للناس اللي عندهم ضعف في المناعة أو بيتعرضوا لعدوى كتيرة. كمان صحة البشرة والشعر، ناس كتيرة بتاخده مع فيتامينات البشرة زي البيوتين. وأهم الأصناف اللي فيها الزنك بيكولينيت: ناو زنك بيكولينيت، ونيوتري كوست زنك بيكولينيت، والبيوتان سبرايد زنك بيكولينيت. وبصراحة النوع ده من الزنك غالي، ولكن ده من أفضل الأنواع.